ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. شايفين الجمال اللي حضراتكم شايفينه ده؟ حاجة كده ما شاء الله، زي ما تكون جاية من الجنة. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. واو، فظيعة. طعمه كان رائع، كانت خطيرة جدا جدا ما شاء الله. المحشي استوى بكل سهولة، وعاوزاكم بقى يعني بصوا، ده مش ورق عنب، ده ورق خلفة. الناس بقى اللي عارفاه تقول لي في الكومنتات. جربته بصراحة، كان ولادي فاكرين ان هو ورق عنب فعلا. طلع بقى ان هو ايه، ورق خلفة. ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. طعمه كان رائع بصراحة. يعني خزنوه منه كتير جدا جدا، على قد ما تقدروا، علشان خاطر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اجمد من ورق العنب بكتير. وهنا كنت تبلت اللحمة بتتبيلة رائعة. ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. وهنا كنت عملت المحشي، عملت له تسبيكة ما حصلتش. وكمان الفراخ تبلتها بتتبيله خطيره جدا جدا، وبسيطه برضو في نفس الوقت. وزي ما قلت لكم ان محشي الخلفه ده حاجه كده ما حصلتش، حاجه وهم. زي ما قلت لكم كمان ان ولادي فكروا ان هو فعلا ورق عنب. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. طبعا النهارده الخميس، قولوا لي اتغديتوا ايه ولا عملتوا ايه او اتعشيتوا ايه. معظم الناس بتتعشى يوم الخميس، بيبقى الوقت متأخر، يعني ايه، بياكلوا بالليل. احنا بقى بناكل كده حوالي الساعة 3 الظهر او حاجة. زي ما انتوا شايفين كده، كنت خلصت وشطبت الدنيا كلها وقعدت بقى احشي. ما شاء الله، كمان محشي البتنجان بسلقه. مش بحمره في الزيت. البتنجانية ذات نفسها بقورها وبسلقها بعيدا عن الزيت يا جماعة، علشان خاطر تعب معدتنا. وهنا طبعا كان في شوية عظم كده زي الفل. رحت طبعا اخده الشوربه بتاعتهم او المرقه بتاعتهم زي ما انتم شايفين، على شويه صلصه كده. ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى كمان ان اكون ضيف خفيف على قلوب حضراتكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا، اللهم امين يا رب. ادخلي كده المطبخ وحبي ولادك وحبي بيتك، صدقيني هتطلعي تحفه فنيه من تحت ايدك. طول ما انت بتحبي الناس اللي انت عايشه معاهم، هتقدمي لهم احلى حاجه. وعيشتك هتبقى سهلة وبسيطة كده، وربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. وربنا يهدي لنا ولادنا كلنا. مستنية رأيكم بجد في الكومنتات، بحب رأيكم جدا. بحبكم جدا، انتوا الحاجة الحلوة اللي حصلت لي في حياتي. متشكرة جدا لكل الناس الجميلة اللي دخلت لي في القناة، من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم شرف كبير ليا جدا.